ايه التهريج ده؟ الحمام غرقان. كهف التربية. انا كده اتوضيت 3 مرات تقريبا. الحمام بقى حمام سباحة يا حمزة، كفاية لعب بالصابون بقى، احنا جايين نتوضى مش نصيف. يا نهار ابيض، المية طلعت بره. لو بابا شاف المنظر ده هيعمل لنا احنا شخصيا مساحات للحمام. لازم نتصرف بسرعة، مفيش حل غير الفوطة الجديدة بتاعت ماما. هنشف بيها الأرض بسرعة قبل ما حد يلاحظ الكارثة دي ونروح في داهية. الفوطة باظت. دي ماما كانت شايلاها للضيوف ولسه بتبرق. أنا كده مستقبلي انتهى رسميا في البيت ده يا حمزة. أنا مش هتوضى، المية ساقعة جدا. وبعدين أنا صليت امبارح، مش لازم كل يوم يعني، كفاية عليا كده الأسبوع ده. انت بتهزر يا بسام؟ الصلاة 5 مرات في اليوم يا زكي، مش بالاشتراك الشهري. ادخل اتوضى بسرعة بدل ما ابلغ عنك. لا يعني لا، أنا لسه صغير ومش قادر. وبعدين الحمام بيغرق، أنا لو دخلت هعوم مش هتوضى يا أستاذ مهند. طرطشة. أنا بعمل وضوء للبطة البلاستيك بتاعتي كمان عشان تصلي معانا. الحمام ده أحلى من الملاهي يا أستاذ مهند. أنا مراية محترمة مش مساحة عربيات. الصابون دخل في عيني وما بقتش شايفة مين اللي بيتوضى أصلا، ارحموني. ايه التهريج ده؟ الحمام غرقان وفوق الضيوف باظت وبسام بيهرب من الصلاة. احنا في ملاهي مائية ولا في بيت محترم؟ يا نهار ابيض على المنظر. لو الحمام ده ما نضيفش حالا لأقطع المية عن البيت كله ونعيش في خيمة في الصحراء. خلاص يا محمود اهدى عشان ضغطك. الولاد هينضفوا كل ده. بسام حبيبي، الصلاة مش تقيلة، دي أحلى حاجة في يومنا. يلا يا فرقة الإنقاذ، نشفوا الحمام بسرعة وحصلونا على صالون الضيوف عشان نصلي جماعة. عندنا بطل جديد هيكمل 7 سنين. أنا بعتذر إني اتعصبت وصوتي علي في الحمام، بس النظافة من الإيمان، وما ينفعش نضيع المية ونبوظ حاجات ماما عشان نتوضى. أنا آسف يا بابا، أنا كنت مكسل بس، والموضوع كان باين إنه صعب، والمية كانت ساقعة جدا عليا. الصلاة دي ميعادنا مع ربنا يا حبيبي، بنقف قدامه ونكلمه، والبداية دايما محتاجة بطل شجاع زيك يتغلب على كسله. النبي عليه الصلاة والسلام قال نعلمكم الصلاة في سن 7 سنين، وعشان انت بطل وكبرت انت اللي هتقيم الصلاة لينا النهاردة يا قائد. أنا جاهز يا ماما، أنا هبقى قائد الصلاة النهاردة ومفيش كسل تاني أبدا. الله أكبر الله أكبر. اعملوا لايك واشتركوا في القناة بسرعة، عشان لو ما عملتوش بابا هيخليني أغسل فوطة الضيوف دي على إيدي وأنا مش ناقص. بعد ما صلينا وهدينا، كارثة جديدة هتهز الكهف. شاحن الموبايل اتقطع. مين الجاني؟ استنونا الحلقة الجاية.